ازيكم؟ اهلا بيكم في محاضرة جديدة في الكورس بتاعنا. مش عارف كم حد فينا جرب يبقى في وقت في حياته عايش فرحان ومبسوط وشبعان جدا بربنا، حاسس في الوقت ده انه حياته ليها معنى، مش مكسور بسبب خطية معينة، بسبب عادة ما في حياته. مش عارف كم حد فينا جرب احساس انه يعني قريب من ربنا وشبعان منه وعاوز يفضل معاه طول الوقت، كأنك في مؤتمر وانت مش عايز المؤتمر ده يخلص من كتر ما المؤتمر ده مقربك من ربنا، وكأنك بتقول لنفسك انا نفسي الوضع ده يثبت على كده، نفسي علاقتي مع ربنا تكمل كده. وده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، هنتكلم عن الثبات في المسيح. وانا احب اشارك معاكم عناوين هنتكلم فيها بشكل سريع جدا. يا ترى الكتاب المقدس بيقول ايه عن الثبات في المسيح؟ وايه هو اساسا معنى الثبات في المسيح؟ وهنعمل اختبار مع بعض سريع عشان تعرف نفسك ان كنت ثابت في المسيح ولا لا، وازاي اثبت، وهنشوف كلمات بيقولها لنا رسول بولس كنصايح ختاميه. يلا بينا نطلع الرحله ونشوف مع بعض الثبات في المسيح والوصيه الكتابيه. الحقيقه الكتاب المقدس مليان بالايات، وانا احب اشجعكم ان انتوا تعملوا سيرش على كلمه ثبات او اثبت او اثبتوا في المسيح. هتلاقوا ايات كتيره في العهد الجديد بتقول كده. انا هشارك معاكم 3 آيات. الآية الأولى في إنجيل يوحنا إصحاح 15 عدد 4. الرب يسوع بنفسه بيقول: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا الأغصان إن لم تثبتوا فيا. دي واحدة من الآيات اللي الرب يسوع بشكل مباشر بيقول للمؤمنين للتلاميذ اثبتوا فيا. الآية الثانية في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 عدد 28. الرسول يوحنا بيقول: والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه. بيدي نصيحة مهمة جدا لكل التلاميذ، لكل المؤمنين: اثبتوا فيه. الآية الثالثة في فيليبي 4:1. إذن يا إخوتي الأحباء المشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب. فالرب يسوع، الرسول يوحنا، الرسول بولس، كل العهد الجديد بينادي وبيشدد على فكرة انه مهم جدا نثبت في الرب. وعلى فكرة في آيات كتيرة جدا تاني في العهد الجديد بتقول اثبتوا في الرب. فواضح انه الثبات في المسيح وصية كتابية، لكن كمان رغبة إلهية. وأنا عايز أشجعكم في بداية الوقت ده إنه مفيش وصية في الكتاب المقدس ربنا بيقول لنا عليها من غير ما يدينا نعمة تساعدنا إننا نعيش الوصية ديت. هو عايزنا نثبت في المسيح، وهو هيساعدنا إننا نثبت في المسيح. طيب السؤال التاني والمنطقي، وإحنا بنتكلم عن آيات كتيرة في الكتاب المقدس بتقول اثبتوا في المسيح. أيوة، يعني إيه أثبت في المسيح؟ الثبات في المسيح معناه إنك تثبت في الكلمة المقدسة. بصوا الآيات اللي موجودة في العهد الجديد، واحدة من أعمق وأكبر معانيها هي إنه اللي بيثبت في الكلمة يثبت في المسيح. يعني إيه أثبت في الكلمة؟ الثبات في الكلمة أو الثبات في المسيح معناها إن أنت تسمح لكلمة ربنا. اسمع التعبيرات اللي جاية: أن تملأ أذهاننا، أن تسكن قلوبنا، أن توجه إرادتنا، أن ترتب أولوياتنا، وأن تحفظ تكريسنا له، يعني للمسيح. قد كده الثبات في المسيح معناه إن احنا نثبت في الكتاب المقدس. ده واحد من المعاني. معنى تاني للثبات في المسيح يعني إنه مكانة المسيح في قلبي تفضل ثابتة. مكانة المسيح يعني المسيح يكون هو المركز، ويكون قيمة المسيح موجودة وثابتة في حياتي. واحدة من كلمات الترنيمة الجميلة اللي يمكن ناس فيكم يكونوا عارفينها: في قلبي كما أنت، لا يعتريك سيدي تغيير البتة. يعني يا رب مهما أي حاجة تحصل، أنت مكانتك في قلبي ثابتة، أنت قيم، أنت غالي، أنت عظيم جدا. عايز أشجعك اكتب الشاهد ده ورايا، وحاول كمان تقوله وتحفظه. في رسالة بولس إلى أهل كولوسي إصحاح 1 عدد 17 وعدد 18، آيات في منتهى الجمال. بيقول بولس لأهل كولوسي وهو بيتكلم عن الرب يسوع: الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة،
الذي هو البداءة، بكر من الأموات. شوفوا كل الحاجات الرب يسوع واخد فيها المكانة الأولى، بس آخر شطرة وآخر عبارة في الآيات دي في منتهى الجمال وفي منتهى الأهمية. ليه ده كله؟ عشان ليكون هو متقدما في كل شيء. إذا الثبات في المسيح معناها إنه الرب يسوع ثابت ومكانته ثابتة، هو المتقدم، هو المركز، هو أهم حاجة في الحياة. المعنى الثالث يعني الحياة فيه، الاستمرار معه، البقاء لأجله. لما بنقبل الخلاص ولما بنقبل الرب يسوع في حياتنا، احنا الكتاب بيقول علينا ان احنا بقينا في المسيح. كلمة في المسيح دي معناها ان احنا اتحدنا بالمسيح، حبينا المسيح، اتقابلنا معاه وقبلناه في حياتنا. فاحنا علاقتنا معاه مش علاقة هشة أو سطحية أو على الوش كده، أبدا. علاقتنا معاه علاقة قوية وعميقة وأصيلة وحقيقية. وده اللي بنلاقيه في يوحنا 15 وهو بيتكلم عن التشبيه بتاع الغصن والكرمة. احنا مدعوين اننا نكون في المسيح زي الغصن ما كان في الكرمة. عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا. الثبات في المسيح ده مش لناس وناس، لأ. ده مش ليفل روحي معين بوصل له بعد وقت طويل علشان ابقى يعني حد كويس. الثبات في المسيح دي دعوة الرب يسوع والكتاب المقدس لكل المؤمنين الحقيقيين. دلوقتي هنروح لاختبار الثبات في المسيح. ممكن تسأل نفسك وانت بتتفرج وانت بتتابع الكورس والمحاضرة دي، ازاي اعرف اذا كنت انا ثابت في المسيح ولا لا؟ هقول لك 5 عبارات امتحن نفسك فيهم وشوف تدي نفسك كام من 10 في كل واحدة فيهم. الاختبار الأول والأمر الأول اللي يقيس ثباتك في المسيح هو طاعة وصايا المسيح. وأنا هاخد معظم الآيات من رسالة يوحنا الأولى اللي أشجعكم تقروها كلها ورا بعض. طاعة وصايا المسيح في يوحنا الأولى 3:24 بيقول آيات واضحة قوي: ومن يحفظ وصايا يثبت فيه وهو فيه. من يثبت في المسيح هو من يطيع كلمة المسيح. لو انت عايز تعرف انت ثابت في المسيح ولا لا، اسأل نفسك الى اي مدى انت بتطيع وصايا المسيح. فالثبات هو انك تتجاوب بإخلاص وخضوع حقيقي من القلب مع كلمة ربنا. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. يا ترى اخبار طاعتك وخضوعك لحاجات كتير الرب يسوع قال لك عليها، حاجات كتير الكتاب المقدس شاور لك عليها، لو انت بتطيع انت ثابت في المسيح. ده الاختبار الاول. الاختبار الثاني اتباع نموذج الرب يسوع. في يوحنا الاولى 2:6 بيقول: من قال انه ثابت فيه، يعني لو واحد قال انا ثابت في المسيح، انا كويس جدا، ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا. الجزئية الثانية اللي تمتحن نفسك فيها لو انت عايز تعرف انت ثابت في المسيح ولا لا، انت بتعيش زي المسيح ما كان عايش؟ انت باصص على المسيح وبتتعلم منه؟ في مرة من المرات الرسول بولس كان زعلان من واحدة من الكنائس اللي بيكتب لهم، بيقول لهم: أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. خلي بالك انت بتعيش زي المسيح ولا لا؟ عايز أشجعك جدا في الآية اللي موجودة في كولوسي 2:6-7، آيتين في منتهى الجمال. أنا هقراهم معاكم من ترجمة مبسطة عشان المعنى يوضح. بيقول الرسول بولس في الآيتين دول: فما دمتم قبلتم المسيح يسوع الرب عيشوا حياتكم فيه، ثبتوا فيه جذوركم، اجعلوا المسيح أساس حياتكم، تقووا في إيمانكم كما تعلمتم، والتفض حياتكم بالشكر لله. قد كده الكتاب المقدس بيقول لو انت عايز تبقى ثابت في المسيح، عيش واتحد وعيش بنفس الطريقة اللي المسيح كان عايش بيها. هل احنا فعلا بنعيش بالطريقة ديت؟ هل عندنا نوعية الحياة ديت؟ ده الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي نختبر فيه نفسنا موقف حاسم تجاه الخطية. لو انت عايز تعرف انت ناجح في اختبار الثبات في المسيح ولا لا، شوف اخبارك ايه مع الخطية. في يوحنا الاولى 3:6: كل من يثبت فيه لا يخطئ.
يا خبر، يعني معنى كده ان كل مرة انا بغلط انا مش ثابت في المسيح؟ خلي بالك، الكتاب المقدس في الآية دي بالتحديد وآيات تانية كلمة لا يخطئ معناها لا يستمر في الخطية، لا يتصالح مع الخطية. ما تبقاش الخطية أمر عادي عنده، لا، ده بيرفضها ومش بيتصالح معاها. عشان كده لو انت ثابت في المسيح انت هيكون عندك موقف حاسم. ايه الموقف الحاسم؟ انك تكره الخطية، انك تجري من الخطية، انك تهرب منها. ايه الموقف الحاسم؟ ان انت تعيش حياة القداسة، تثبت في المسيح. فإذا كانت الخطية ثابتة في قلبي، المسيح مش ثابت في قلبي. وإذا كان المسيح ثابت في قلبي، الخطية ملهاش مكان. الأمر الرابع اللي ينفع تمتحن نفسك فيه عشان تعرف إن كنت ثابت في المسيح ولا لأ، محبة إخواتك، محبة الآخرين. في يوحنا الأولى 4:12 الله لم ينظره أحد قط، إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. لو أنت بتحب إخواتك معناه أن أنت عايش بنفس أحشاء رأفات ومحبة الرب يسوع. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. عايز أسألكم سؤال، إيه أخبار علاقتكم بإخواتكم، بعيلتكم، بأصحابكم؟ إيه أخبار غفرانك للشخص اللي أساء إليك؟ إيه أخبار حاجات كتير الرب يسوع بيشاور لك عليها تجاه علاقاتك ودوائر علاقاتك؟ ده أمر ينفع تمتحن نفسك فيه. الحاجة الأخيرة اللي نختبر نفسنا فيها ونمتحن نفسنا فيها إن كنا ثابتين في المسيح ولا لأ، إدراك حضور الله في الحياة. في يوحنا الأولى 4:13 بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا، أنه قد أعطانا من روحه. خلوا بالكم الآية دي بتقول إنه حضور الله معانا، بيرافقني كل وقت. احنا متأكدين إنه الله ادانا روح واحنا هيكل الله وروح الله يسكن فينا. الثبات في المسيح يعني إنه أنا مدرك تماما إنه الله حاضر كل وقت، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. احنا اتكلمنا كتير قبل كده عن الثبات في الكتاب المقدس وأمور تانية بمعنى ايه هو الثبات. دلوقتي ينفع نفكر مع بعض في السؤال العملي، ازاي أثبت في المسيح؟ هل عندك طرق تساعدنا بيها نثبت في المسيح؟ عندي أمور سريعة جدا أشارككم بيها. الأمر الأول وسائط النعمة، الكتاب المقدس، الصوم، الصلاة، العشاء الرباني، كل الأمور ديت اسمها وسائط نعمة. يعني ربنا بنعمته وافق إنه الأمور دي تساعدني أكبر علاقتي معاه وأثبت فيه. فوسائط النعمة أمر مهم جدا. رقم 2، الكنيسة، جماعة المؤمنين، إخواتي، لنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. إخواتي ليهم دور في إنه أزرع نفسي وسط جماعة مؤمنين، أشجعهم ويشجعوني علشان نثبت في المسيح. 3، الانضباطات الروحية، أختار كل أسبوع تدريب روحي معين عشان يقربني من ربنا، عشان يكبر عضلات الروحية. 4، توقع مجيء المسيح في أي لحظة. في يوحنا الأولى 2:28 اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل في مجيئه. تخيل أنت طول الوقت متوقع أنه الرب يسوع جاي، فيا ترى إيه شكل علاقتك بيه، علاقتك بالكتاب المقدس، علاقتك بإخواتك؟ وآخر حاجة، إزاي أثبت؟ إن أنت تكون عندك الرغبة في إنك تمتلك شخصية مسيحية مؤثرة. خلي بالك في يوحنا 15:5 الإصحاح اللي بيتكلم عن الثبات بيقول الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. اللي بيقوله هنا الرب يسوع إنه اللي هيثبت فيا هيكون عنده ثمر. إيه الثمر؟ ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. يا سلام على شخص مسيحي شخصيته بتبين كل الأمور ديت. المنتج بتاع الروح القدس اللي سكن في القلب وامتلكه بيظهر شخصية المسيح. دي بعض الأمور اللي تساعدنا إزاي نثبت في المسيح. آخر حاجة، الرسول بولس بيشجعنا في عبارات بسيطة جدا كنصايح لينا النهاردة إزاي أثبت في المسيح. عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، الشيطان مش من مصلحته ولا هيكون عاوز إننا نثبت في المسيح، عشان كده طول الوقت هيفضل يشتتنا، يفضل يتوهنا، يفضل يحاربنا.
الرسول بولس بيقول الكلمات دي وبيتكلم عن الحرب الروحيه. انا هقول لكم وانتوا تابعوا معايا، افتحوا الكتاب المقدس وتابعوا معايا الايات اللي في افسس 6 من 14 ل 18. هقراهم بطريقه النصايح وانت تابع معايا الاعداد. في عدد 14 النصيحه الاولى: اثبت في حق المسيح في الكلمه المقدسه. عشان كده بيقول: اثبتوا ممنطقين احقاء ذهنكم او احقاءكم بالحق. اثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق. النصيحة الثانية في عدد 14 الجزء الثاني: حافظ على نفسك نقيا باستمرار لابسين درع البر. هنقي نفسي ونظف نفسي بالتوبة باستمرار. النصيحة الثالثة في عدد 15: اسعى يوميا لسلامة علاقتك مع الله ومع الناس، حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. النصيحة اللي بعد كده في عدد 16: ثق في الله في الأوقات الصعبة لابسين ترس الإيمان. في عدد 17: اربح معركة الذهن، خذوا خوذة الخلاص. خلي بالكم من ذهنكم، الخطية بتبدأ هنا والتسيب بيبدأ هنا، عشان كده اكسب واربح معركة الذهن. عدد 17 الجزء الثاني: اغرسوا أنفسكم في كلمة الله، سيف الروح الذي هو كلمة الله. آخر حاجة في عدد 18: صلي وصلي وصلي، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت. احنا من غير معونة ربنا مش هنعرف نثبت في المسيح، وهو قال كده: بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيئا. بشجعكم واحنا النهاردة بنتكلم عن الثبات في المسيح. شوف انت واقف فين في الجزئية ديت، واطلب من قلبك: يا رب أنا عايز أثبت في المسيح. وخلي بالك من النصايح اللي الكتاب المقدس بيقولها لك عشان تكبر وتثبت في المسيح وتتغير إلى تلك الصورة عينها. انتوا عارفين انه في الكتاب المقدس في آية في سفر المزامير بتقول: ثابت قلبي؟ طب هل في الكتاب المقدس ناس فعلا كان قلبها ثابت؟ علاقتها بالمسيح كانت ثابتة؟ في ناس كتير. ممكن أشارك معاكم بنموذج بولس الرسول. ممكن تتفرج على بولس الرسول في سفر أعمال الرسل وهو بيكتب الرسائل، بيحكي حاجات في حياته، بيتعرض لضيقات وتجارب وتحديات صعبة وضربات وسجون، ومع ذلك بيقول: أنا مش فارق معايا أي حاجة قد ما فارق معايا أكون بشهد عن المسيح. للدرجة اللي فيها بيقول بولس: للحياة هي المسيح. للدرجات دي يا بولس وفي مرة تاني بيقول: المسيح حياتنا. المسيح ده كل حاجة في حياتي، عشان كده أنا ثابت في المسيح مهما أتعرض لتجارب أو لتحديات. واحد من أشهر الأمثلة في سفر أعمال الرسل هو استفانوس. اتفرجوا على استفانوس وفي سفر الأعمال بيوعظ وعظة قوية جدا جدا، للدرجة إن اليهود يغتاظوا منه ويرجموه، وهو في آخر أنفاسه يقول إنه: يا رب أنا مسامح. أنت إزاي قادر تسامح؟ إزاي قادر تغفر وتقول لهم وتصلي لربنا وتقول: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، لأني أنا ثابت في المسيح لآخر وقت. في ناس كتيرة بتبدأ لكن مش كل الناس بتعرف تكمل. صلاتي إننا النهاردة نبدأ نثبت في المسيح ونكمل ثبات في المسيح.